بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن الدرس الرابع، الكسور والأعداد الكسرية. الدرس بتاعنا النهاردة درس جميل وهيعجبكم إن شاء الله رب العالمين، بس مطالب من حضرتك تركز معايا كده، وإن شاء الله رب العالمين الموضوع يكون معاك سهل جدا. هنتفقنا من أول حصة إن لازم حضرتك تكون حافظ جدول الضرب، لو أنت حافظه تكون راجعت عليه كويس، عشان الدرس ده معتمد لحد ما لجدول الضرب. فانت تركز معايا كده واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلا بينا نبدا نقول الدعاء بتاعنا: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم الصعب ان شئت سهلا. اتفقنا مع بعض اول حاجه لازم نتكلم مع بعض، نتكلم عن الحاجات اللي هنتكلم عنها في الدرس ده. في الدرس ده حضرتك لازم تعرف شويه حاجات. اول عندي حاجه اتكلم عنها، عندي الكسور الفعليه. ايه الكسور الفعليه؟ اللي هو الكسور التي بسطها اصغر من مقامها. ايه ده يا مستر؟ ده الكسور الفعليه دي زي الكسور الاعتياديه. هنا ايه الكسور الاعتياديه؟ اقول لك ممتاز جدا، انت مركز كده. يبقى الكسور الاعتياديه زي الكسور الفعليه، لان الكسور الاعتياديه كان البسط بتاعها اصغر من مقام. تمام. يبقى الكسور الفعليه ايه بسطها اصغر، زي مين؟ زي نص، 5 أتساع، 3 أرباع. طيب حلو قوي. في عندي حاجه اسمها الكسور غير فعليه. الكسور غير فعليه هي الكسور التي فيها البسط اكبر من او يساوي المقام. يعني لا اما يكون قد البسط، اكبر من البسط، او قده. يعني ايه؟ يعني اقول 15/7، 3/2، بص كده لفوق اكبر، او يساويه 3/3 مثلا. ده بيساويه، يبقى كسر غير فعلي. يبقى كده سريعا يا مستر، فهمني بالراحه. الكسر الفعلي البسط اصغر من المقام. البسط اصغر من المقام. لكن الكسر الغير فعلي البسط اكبر من او يساوي المقام. ايه ده يا مستر؟ ايه العلامه الغريبه دي؟ دي معناها او يساوي. يبقى حضرتك لازم تحفظ الجزء ده، لان الكلام ده بيجي سؤال في امتحان. بقول لك هنا ايه؟ الكسور الفعليه البسط ماله بالنسبه للمقام او اقل من المقام. اديك العلامه دي، او تكتب كلمه اقل، او اختار كلمه اقل في السؤال. الكسور غير فعليه البسط اكبر من او يساوي. يبقى هنا ايه؟ يبقى عند الكسور غير فعليه البسط اكبر من او يساوي المقام. فانت لازم تكون عارف الرموز كويس قوي وتركز يا بطل. بعد كده في عندي حاجه اسمها العدد الكسري. ايه العدد الكسري يا مستر ده؟ قال لي يتكون من عدد صحيح وكسر فعلي. يعني ما ينفعش كسر غير فعلي. يعني ايه؟ زي 1.5. الواحد ده عدد صحيح، والنص كسر فعلي. البسط اهو، البسط اقل من مقام. 2 و3 أرباع، يعني كسر فعلي. زي سؤال تاني، زي اقول لك 3.5، 5 و3 أرباع. حلو كده. يبقى احنا اتعرفنا عن النهارده، هنتعرف على 3 حاجات: كسور الفعليه، الكسور الغير فعليه، والعرض الكسري، وهنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل. برضه هنتكلم عن جزء تاني مهم جدا النهارده هنتكلم عنه. عندي حاجه اسمها التحويل من اعداد الكسريه والكسور الغير فعليه. لما نحول من الاعداد الكسريه الى كسور غير فعليه في طريقه، ولما احول من الكسر غير فعلي للعدد الكسري. بص كده. اول حاجه بالنسبه لنا العدد الكسري، تعال نحكيها كانها قصه بسيطه كده. نبص القصه البسيطه الجميله كده. حضرتك هنا في نخله جميله كده، حلو يا بطل. وفي هنا شاب جعان جدا وعمال يحدف ايه؟ يحدف على النخله، مش قادر يوصل لها. ربنا ساعده فالهمه فضرب النخله، النخله اتهزت وقع لها ايه؟ بلح. ايه اللي فهمناه؟ الشخص اللي واقف ده اللي هو مثلا كان يساوي 2 قدام النخله اللي هي مثلا 1/4. حلو كده. يبقى العدد اللي هو يمين الفرد اللي واقف ده اللي هو 2. كويس. والنخله اللي هو الكسر. طيب اول حاجه لما بيضرب النخله بيضربها برجله فوق ولا بيضربها برجله تحت؟ بيضربها تحت، فبينزل ال4. حلو جدا. طب هو لما بيضرب النخله، النخله هتقع؟ لا مش هتقع طبعا، مستحيل. طيب يعني هو اول حاجه بيضرب. تمام. لما بيضرب يبدا بعد كده يزود، فاقول له 2 في 4 ب8 زائد 1 يساوي 9. يعني ايه؟ سريعا بضرب واجمع، اضرب واجمع، اضرب واجمع. يعني عامل ايه؟ بضرب بعد كده بجمع. يعني اجمع ايه يا مستر؟ بجمع الناتج اللي انا جبته زائد الرقم اللي فوق. مش فاهم، اديني سؤال تاني. زي سؤال زي ده. السؤال زي ده نحله مع بعض. اول حاجه نزلنا المقام. اضرب 2 في 3 ب6. 6 زائد 1 يبقى الحل 7. ده اللي حله. هنحل عليه ما تقلقش، هحل اسئله كتير، بس انا لسه هشرح شرح مبسط.
بعد كده بيقول لك هنا ايه، حول من كسر غير فعلي الى عدد كسري. يعني ايه؟ يعني هو بيديك الشكل ده ويقول لك رجعه ايه، رجعه لعدد كسري. يعني انت حضرتك لو ايه كان ده عدد كسري حولته كسر غير فعلي، كنت اقول 2 في 2 ب 4 و1 5 صح؟ طب ما هو نفس الكلام، بقول الخمسه دي بسالها اول حاجه بالنسبه لنا بنزل المقام، انزل المقام اللي هو 2. حلو قوي. بسال الخمسه دي فيها كام؟ 2 فيها 2 صح؟ 2 في 2 ب 4 وتبقى 5، انا بقى 1. مش فاهم، اديني سؤال تاني عشان افهم المستر. لما اقول لك 7 على 3، حلو كده، اول حاجه بنزل المقام اللي هو كام؟ 3. تمام. امسك 3 جدول 3، 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6، الستة قريبه من ايه؟ السبعه، يعني ضرب في كام؟ ممتاز، ضرب في 2، 2 في 3 ب 6، فاضل لي كام عشان اوصل 7؟ يبقى 1. يبقى 7 على 3 فيها 2 وتلت. طب تعال نحل مع بعض عشان نفهم الجزء ده، لان كل مشكلتنا في الدرس ده هو التحويل من عدد كسري الى كسر غير فعلي، ومن كسر غير فعلي الى عدد كسري. يلا بينا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونتعرف على كل الاجزاء بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها دلوقتي. تدريب. اختر إجابة صحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. يكون فيه البسط أكبر من أو يساوي المقام. اللي هو إيه؟ احنا قلنا الكسر الفعلي اللي هو إيه؟ البسط أقل من المقام. أنا بديك مثال. الكسر غير فعلي البسط أكبر من المقام. حلو. أو يساويه كسر غير فعلي. لكن العدد الكسري زي ما أقول لك 2 ونص. عدد صحيح زي الأربعة. يبقى ده إيه؟ كسر غير فعلي. ركز معايا عشان أنا بشرح معاك بساعدك، فركز معايا يا بطل. 2. الكسر الفعلي يكون فيه البسط. البسط ماله هنا؟ البسط بص كده أقل من المقام، فأقول له البسط أقل من المقام، المقام هو الكبير، يبقى أختار ج. السؤال بعد منه 3. 7 على 5. لاحظنا هنا الرقم ده كبير وتحت صغير، ده كسر فعلي ولا غير فعلي؟ فعلي فوق صغير، فعلي فوق صغير، غير فعلي فوق كبير. حلو كده؟ طيب يبقى هنا ده السبعة كبيرة، يبقى كسر غير فعلي. تعال نبص تاني. رقم 4. أيا ما لي يمثل كسر فعلي، الفعل فوق يبقى إيه؟ صغير. من الصغير هنا فيهم اللي هو ده 7 ساعة، لكن ده كبير، ده غير فعلي، ده عدد كسري، ده غير فعلي. تحل تاني يلا. ده هل ده كسر فعلي؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن في رقم هنا. طب ده كسر غير فعلي؟ لا يا مستر، ده عدد كسري. لان في عدد جنب كسر، يبقى ده مش كسر فعليا ولا كسر غير فعلي. طب عدد كسر وحده؟ لا مش كسر وحده. قلنا كسر وحده اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا كمثال 1 على 5، 1 على 6، 1 على 3 زي كده. ممتاز قوي. 6. كل ما يلي يمثل كسرا غير فعليه عدا. طيب دي معناها ما عدا يعني. غير فعلي يعني البسط اكبر من مقام، ده اكبر من مقام، ده اكبر من مقام. طب ده اكبر من مقام، يبقى هنا ده المختلف عنهم، ده كسر فعلي، ده كسر فعلي. طب تعال نبص مع بعض. العدد الكسري 2 و8 يكافئ مين؟ تعال نبص مع بعض. نقص معايا كده يا بطل، انزل الثمانيه. 4 ناقص 2 بيساوي 2، يعني 80. دي 80؟ لا، يبقى دي ما ينفعش معايا. تعال نبص بعد كده، انزل الثمانيه. اجمع كده 2 و4 يديك كام؟ 6. هل دي 6؟ لا، برضه ما ينفعش دي. طب تعال نبص مع بعض. الشكل ده هنا في مقام 8، تعال نجرب هنا مع بعض. اضرب. لو ضربت هنا ده عدد كسري عمله كسر غير فعلي. تعال نجرب. 2 في 8 اضرب، بعد كده زود، اضرب وزود. 2 في 8 16 زائد 1 17، يبقى ده الحل بتاعنا. يبقى تاني الكسر الفعلي البسط اقل من المقام، الغير الفعلي البسط اكبر من المقام او يساويه. تعال نبص مع بعض. السؤال بعد منه 25 على 20. طب انا حلها ازاي دي؟ هو هنا عملها عاوز احولها لعدد كسري. بعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه بنزل 10. بقول هنا امسك جدول 10. بقول 10 في كام؟ 10 في 1 ب 10، 10 في 2 ب 20. يبقى 20. 2 في 10 ب 20. فاضل لي كام عشان اوصل 25؟ فاضل لي 5. يعني هنا 2 و5 على 10. هل في 2 و5 على 10 هنا؟ لا، هو كلهم في 2 هنا. دي 3 ما ينفعش خالص. طيب يعني واحده من الثلاثه دول. طب 5 على 10 ما تفكركش بحاجه؟ تفكرني يا مستر. 5 نص ال 10 يعني نص، يعني ممكن الشكل دي اللي هي عباره عن 2 ونص. صح؟ ممتاز. طب تعال حل معايا كده تاني وركز معايا يا بطل. قال لي صنف كل مالي الى كسر فعلي وكسر غير فعلي وعدد كسري. تعال نبص مع بعض.
ده من فوق كبير يبقى ده ايه؟ كسر فعلي ولا غير فعلي؟ تقول لي مستر غير فعلي. طب ده الفوق صغير، تقول لي مستر كسر فعلي. ممتاز. طب ده غير فعلي. برافو عليك. طب ده يساوي، يبقى غير فعلي برضه. ممتاز يا بطل. طيب ده اسمه ايه؟ ده عدد كسري. برافو عليك يا بطل، عدد كسري. طب ده برافو عليك، كسر غير فعلي. صح؟ ليه؟ لان البسط اكبر مقام، ده اقل، يبقى كسر ايه؟ فعلي. برافو. طب ده برافو يا بطل، عدد كسري. ممتاز يا بطل. طب هنا البسط اقل مقام اسمه ايه؟ كسر ايه؟ برافو عليك، كسر فعلي. ده عدده كسري اسمه ايه؟ عدد كسري. معايا يا بطل؟ طيب ده اسمه ايه؟ عدد كسري. ممتاز يا بطل. ده اللي من فوق اقل من مقام يبقى اسمه ايه؟ كسر فعلي. يبقى انا عرفت دلوقتي الكسر الفعلي البسط اقل من مقام، غير فعلي البسط اكبر من مقام، عدد كسري يبقى عدد جنبيه كسر. اتمنى لحد دلوقتي نكون ركزنا. تمام كده؟ لو انت مش فاهم عيد الفيديو تاني وركز معاه، وان شاء الله الموضوع يكون بالنسبه لك سهل. تعال نبص على الجزء التاني مع بعض. يلا بينا. 3. اكتب كل عدد كسري مالي في صورة كسر غير فعلي. يبقى هنا عداني عدد كسري عاوز احوله الكسر غير فعلي. طب ما دي سهله، ده اسهل من التاني. اسهل ما يديك كسر غير فعلي ويقول لك هاتوا ايه؟ عدد كسري. ازاي يا مستر؟ تعال بسرعه. ده عدد ايه؟ عدد كسري عاوز كسر غير فعلي. اول حاجه بنزل المقام، اضرب وزود. اضرب وزود يعني ايه؟ اضرب واعمل زائد. 3 في 8 ايوه ب 24، ومعانا واحد كمان يبقى 25. خلصت. واحده كمان، واحده كمان. انزل مين؟ برافو عليك، انزل الاربعه. اضرب 4 في 5 ب 20. 20 زائد 3 ايوه ممتاز 23. انزل مين هنا؟ الخمسه. برافو، يعني 4 وخمس. انزل المقام. اضرب 4 في 5 ب 20 وواحد. برافو عليك 21. كده عملته عدد كسري. تاني 3 ونص. انزل مين؟ برافو عليك، انزل الاثنين. اضرب 2 في 3 ب 6 زائد مين؟ واحد، يبقى كام؟ برافو عليك 7، يعني 7 على الاثنين. 5 وربع. انزل مين؟ الاربعه. بضرب مين في مين؟ ايوه 4 في 5 ب 20 واحد. برافو عليك 21. تعال نبص تاني. اضرب. انزل مين الاول؟ انزل التسعه، يعني 92. انزل 9. اضرب مين في مين؟ 2 في 9. 2 في 9 18. 18 و2 برافو عليك 20. انزل مين هنا؟ برافو 8. اضرب مين في مين؟ 3 في 8. 3 في 8 ب 24. 24 و5 يلا بعد 24 25 26 27 28 29. ممتاز. تعال نحل تاني. انزل مين هنا؟ انزل السبعه. اضرب 2 في 7 ب 14 واحد. برافو عليك 15. اللي حافظ جدول الضرب بالنسبه له الموضوع سهل قوي. انزل مين؟ السته. اضرب 7 في 6 ب 42. 42 و2 43. 4 برافو عليك 44. تاني انزل مين؟ انزل 10. اضرب 3 في 10 ب 30. 30 و8 برافو عليك 38. انزل مين هنا؟ برافو عليك 7. بعد كده اضرب مين في مين؟ 7 في 8 56. 56 و4 57. 58 59. ممتاز. اللي قال لي 60. يبقى انا كده حولت من عدد كسري زي ما احنا شايفين الكسر غير فعلي. هل ده صعب؟ اتمنى الموضوع بالنسبه لنا يكون سهل. طب تعال نحل بعد كده. لما اقول لي كسر غير فعلي اعمله عدد كسري، اعمل ايه يا مستر؟ اقول لك الموضوع سهل، بس ركز معايا وتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. اول حاجه بنزل المقام اللي هو 3. امسك جدول 3. اضرب في جدول 3 لحد ما تلاقي رقم قريب من 10. قول لي 3 في 1 ب 3. 3 في 2 ب 6. 3 في 3 ب 9. ايه ده؟ التسعه قريبه من دي، يعني ضرب 3 في مين؟ 3 في 3. 3 في 3 ب9. فاضل لي كام عشان اوصل 10؟ ممتاز، واحد. خلصت. انزل مين هنا؟ انزل الاثنين. امسك جدول 2. 2 في 1 ب 2. 2 في 2 ب 4. 2 في 3 ب 6. 2 في 4 ب 8. 8 قريبه. ضرب في مين؟ ضرب في 4. 2 في 4 ب 8. فاضل لي كام عشان اوصل 9؟ برافو عليك، فاضل لي واحد. تاني انزل مين؟
التلاته، امسك جدول. تلاته، تلاته في واحد بتلاته، تلاته في اتنين بسته، تلاته في تلاته بتسعه. طب التسعه اكبر، برجع تاني. تلاته في واحد بتلاته، تلاته في كام؟ ايوه تلاته في اتنين، تلاته في اتنين بكام؟ بسته. فاضل لي كام عشان اوصل 8 بعد السته؟ 7 8. يبقى فاضل كام؟ 2. ممتاز. تعال نبص تاني مع بعض، ركز معايا عشان حسيتك سرحت معايا. انزل الثمانيه. طيب اقول لي 8 في 1 ب 8، 8 في 2 16. ال 16 اكبر، يعني ضرب في كام الاول؟ ضرب في واحد. او اسال نفسي بقول ال 12 دي فيها كام 8؟ فيها 8 واحده. 1 في 8 ب 8. بعد ال 8 عد كده 9 10 11 12، يبقى كام؟ برافو عليك، اللي قال لي 4. انزل مين؟ الخمسه. طيب ممكن انا شاطر ومركز قوي، او ال 11 يا مستر فيها كام خمسه؟ برافو عليك، فيها خمستين اهي. 2 في 5 ب 10. فاضل لي كام عشان اوصل 11؟ فاضل واحد. او اسال نفسي في جدول 5. 5 في 2 ب 10، فاضل لي واحد. تعال نبص تاني، انزل مين؟ الاربعه. امسك جدول 4. 4 في 1 ب 4، 4 في 2 ب 8، 4 في 3 ب 12، 4 في 4 ب 16. قريبه منها، 4 في 4 ب 16. يبقى هتقول 4 في 5 ب 20، لان ال 20 اكبر من دي ما ينفعش. 4 في 4 ب 16. عد بعد ال 16 لحد 19. بعد ال 16 17 18 19، يبقى كام؟ برافو عليك، اللي قال لي 3. انزل مين بعدها؟ انزل السته. حلو قوي. هات جدول 6. 6 في 1 ب 6، 6 في 2 ب 12. قريبه منها، يبقى ضرب في كام؟ في 2. 2 في 6 ب 12. فاضل كام عشان اوصل 13؟ برافو عليك يا بطل، واحد. حل تاني، حل تاني. انزل مين؟ الخمسه. يلا اسال نفسي كده سؤال، او ليه 8 في الخمسه؟ الثمانيه فيها كام خمسه؟ الثمانيه فيها كام خمسه؟ ايوه يا بطل، اللي قال لي واحده. او اسال نفسي بقول 5 في 1 بخمسه، 5 في 2 ب 10. ما ينفعش اضرب في 2 لان ال 10 اكبر من الثمانيه، فاقول اضرب في 1. 1 في 5 بخمسه. عد بعد الخمسه 6 7 8، يبقى كام؟ 3. انزل مين؟ السبعه. هات جدول 7. 7 في 1 ب 7، 7 في 2 ب 14، 7 في 3 ب 21، 7 في 4 ب 28، 7 في 5 ب 35. يبقى ضرب في 5. 35. فاضل لي كام عشان اوصل 36؟ ايوه يا بطل، فاضل واحد. ملاحظ كده كل موضوعنا جدول الضرب. شوف الجزئين، السؤال الثالث والرابع جدول الضرب. حافظ جدول الضرب الموضوع يبقى اسهل. انزل مين؟ 10. هات جدول 10. 10 في 1 ب 10، 10 في 2 ب 20، 10 في 3 30، 10 في 4 ب 40. قريبه من دي. فاضل لي كام؟ 10 في 4 ب 40. فاضل لي كام عشان اوصل 47؟ ايوه يا بطل، كام؟ ايوه 7. ممتاز. انزل مين؟ الاربعه. 4 في 1 ب 4، 4 في 2 ب 8، 4 في 3 ب 12، 4 في 4 ب 16، 4 في 5 ايوه ب 20. فاضل لي كام عشان اوصل 25؟ ايوه ايوه يا بطل 25. طب انت قلت مستر كده، هل ينفع دي؟ انا حليتها كده ايه الشكل ده. تقول لي مستر لا ما ينفع. اقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لازم العاده الشكل ده لازم يكون عندي البسط اقل من المقام، يبقى الكلام ده حل غلط. ايه ده يعني حل غلط؟ اقول لك يبقى بص تاني، يعني امسك جدول 4 تاني. اقول 4 في 1 ب 4، 4 في 2 ب 8، 4 في 3 ب 12، 4 في 4 ب 16، 4 في 5 ب 20، 4 في 6 ايوه 24. يبقى اتبقى لي واحد. يبقى لازم يكون البسط اقل من المقام. حلوه كده. كده احنا حلينا ايه على الجزء ده. اتمنى ان تكون فهمت. لو ما فهمتش عيد الفيديو تاني وحاول تفهمه يا بطل. تعال نخش على الجزء بعد كده، يلا بينا. 5. يقول عادل أن العدد 4 وتلت يمكن كتابته في صورة كسر غير فعلي على الشكل 4 على 3. هل عادل على صواب؟ اشرح ذلك. طب اشرح سبب إجابتك. تعال نحل مع بعض. يعني عاوزك تحلها. أدي عندي ده اسمه إيه؟ الشكل ده اسمه إيه؟ عدد. أيوه عدد كسري. يبقى عاوز أحوله إيه؟ عاوز أحوله كسر غير فعلي. أنزل مين الأول؟ أنزل التلاتة. أعمل إيه دلوقتي؟ أيوه برافو عليك، أضرب بعد كده بزود. اضرب 3 في 4 ب 12، 1 13. يبقى اجابته صح ولا غلط؟ اقول له ايه؟ اجابته خاطئه. والسبب اهو. قلت له الصح انا بقى. تعال نبص مع بعض. خبزت منى كعكه وجهها العلوي مربع، شكلها شكل المربع اهي، الشكل من فوق ده، من اجل عيد ميلاد والدتها. أرادت تزيين حواف الوجه العلوي للكعكة باستخدام كريم التزيين إذا كان طول ضلع من أضلاع الوجه العلوي للكعكة يساوي 3 أتنان، فما محيط الوجه العلوي للكعكة؟ طيب السؤال هنا محيط الايه؟ محيط الوجه العلوي ده بيتكلم عن مربع. محيط المربع قلنا بالنسبه لنا المحيط بيساوي طول الضلع في 4. حلو قوي. يعني يا مستر هقول له ايه؟ الرقم ده
في 4. أي رقم مقام واحد صح؟ اضرب 3 في 4 بيساوي 12. 12 على 8. قال لي اكتب الإجابة في صورة عدد كسري وكسر غير فعلي. طب ده كسر غير فعلي. عاوز اكتبه في أي عدد كسري. أنزل مين الأول؟ أنزل التمانية. أمسك جدول 8. 8 في 1 ب 8. 8 في 2 16. ده ضرب في مين؟ ضرب في 1. فاضل لي كام عشان أوصل ل 12؟ أو الواحد في 8 ب 8 بعد 8 9 10 11 12. كام؟ برافو عليك اللي قال لي 4. 7. عبر عن النماذج التالية في صورة كسر غير فعلي وفي صورة عدد كسري. 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب يبقى هم 8. أنا ظللنا منهم كام واحدة؟ ظللنا 7. حلو قوي. عاوزه عدد كسري. أول حاجة بنزل مين؟ أنزل السبعة. التمانية دي فيها كام سبعة؟ فيها واحدة بس. أو أقول إيه؟ 1 في 7 ب7 يتبقى لي 1. صح؟ تعال نفهم تاني. عد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حلو قوي. 12. ظلنا منهم كام؟ 11. انزل مين؟ اقول 11 هي زي ما هي. ال 12 فيها كام؟ 11 فيها واحده بس. 1 في 11 ب 11. فاضل لي كام عشان اوصل 12؟ فاضل لي 1. بص تاني. بص معايا السؤال الجاي. الكسر غير فعل ده. عد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. على كلهم ده 9 كلهم. لو قلنا كام منهم؟ 1 2 3 4 5 6 7. انزل السبعه. اقول التسعه دي فيها كام سبعه؟ فيها واحد بس. او اقول جدول 7. 1 في 7 ب7. فاضل لي كام عشان اوصل 9؟ فاضل لي 2. هنحل تاني. حل تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. انا لو قلت كام منهم؟ 1 2 3 4 5. تمام؟ كويس. انزل 5. بقول ايه جدول 5. 5 في 1 ب5. حلو. فاضل لي كام عشان اوصل 8 بعد الخمسه؟ 6 7 8. فاضل 3. ها. الكسر غير فعلي. عد كده معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. لو قلنا من كام منهم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. انزل ال 13. 1 في 13 ب 13. فاضل لي كام عشان اوصل 16؟ فاضل 3. واو. تعالى نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. لو قلنا منهم ادي عندي بالنسبه لنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انزل ال 12. ال 15 فيها كام 12؟ ايوه يا بطل فيها واحده بس. ويتبقى لي كام؟ برافو عليك اللي قال لي 3. تعال نخش على السؤال بعديه يلا. انزل مين؟ عددهم. عدهم كلهم كام؟ 1 2 3 4 5. دي 5 يبقى الثانيه 5 يبقى كلهم 10. طيب لو قلنا كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6. انزل المقام اللي هو 6. ال10 فيها كام 6؟ فيها 6 واحده بس. او اقول 1 في 6 ب6. فاضل لك كام عشان توصل 10؟ فاضل 4. تاني 1 2 3 4 5 6. دول 6 يبقى دول 6. 6 و6 12. لو قلنا كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انزل المقام اللي هو 9. ال 12 دي فيها كام 9؟ فيها 9 واحده بس. طب 1 في 9 ب9. فاضل لك كام عشان توصل ل 12 بعد ال 9؟ 10 11 12. يبقى كام؟ برافو عليك اللي قال لي 3. يلا ادي عندي 1 2 3 4. 4 و4 يبقى 8. ظلنا كام واحده؟ 1 2 3 4 5. انزل المقام اللي هو 5. الثمانية فيها كام 5؟ فيها 5 واحدة بس. 1 في 5 ب5. فاضل لي كام عشان اوصل 8؟ بعد الخمسة 6 7 8. يبقى كام؟ برافو عليك 3. عد كده معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 و8 16. تعال نعد المظللين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انزل 10. ال 16 فيها كام 10؟ فيها 10 واحدة بس. او الواحد في 10 ب10. فاضل لي كام عشان اوصل 16؟ فاضل 6. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتنتظر الفيديو الجاي ان شاء الله 4 حل تدريبات عن كتاب سلاح التلميذ والاضواء.
ربنا يفرحكم واولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.